ازاي تديله دواء كهرباء عشان رسم المخ بس فيه كهرباء وهو عمره ما اتشنجش؟ اهلا بكم، معاكم الدكتور هشام الشراكي. طفل عمره ما اتشنج، عملنا رسم مخ لقينا الطفل في رسم المخ عنده كهرباء، ممنوع اديله دواء كهرباء. ازاي يا دكتور؟ ما رسم المخ قال، رسم المخ قال بس العرض ما جاش، فممنوع ادي دواء كهرباء وابنك ربنا ساترها معاه وما اتشنجش. حتى لو رسم المخ في اي دوله في العالم انت عملته وطلع ايجابي، ممنوع طالما ما فيش تشنجات. لسه عندي حاله ماشيه من المانيا، الحاله ديت بتتابع مع دكتور عربي، الدكتور عمل رسم مخ، طلع الطفل عنده كهرباء في المخ. والكلام ده لاي طفل توحد، اي طفل تاخر في الكلام، اي طفل تاخر بيه، ايا كان الحاله. بنسال سؤال اتشنج؟ هتقول لي لا، يبقى ما ياخدش علاج. طب الاطفال اللي بتتشنج، عندي بروتوكول بمشي دايما عليه، اول مره بيتشنج بنعديها، ثاني مره ما بنعديهاش. هتقول لي اصل بيتشنج مع الحراره وده تشنج حراري، اقول لسيادتك لا، التشنج الحراري ما ينفعش يجي مره واثنين وثلاثه، حتى لو مع كل مره مع كهرباء مع حراره، دي اسمها كهرباء بتيجي بنتيجه الحراره، لكن حراري بيتعالج لوحده وخلصنا ومره في العمر. الا الكهرباء الغائبه، الطفل بيسرح وبتاثر عليه في التعليم. هنا اقول لك دي شغلنا احنا بقى، وبياخد دواء للكهرباء الغائبه عشان الطفل يبدا يحسن من ادراكه والذاكره المؤقته بتاعته اللي بتاثر عليه في التعليم. ممنوع اعطاء ادويه كهرباء وابنك ما بيتشنجش.